المدير العام مدرسة البريات في البحر الأحمر. أهلا بحضرتك. فأنا عايز أسأل حضرتك، هل في طفرة في تعليم الفترة اللي عدت سواء الخاص أو العام، ولا إحنا لسه على نقطة الصفر؟ التعليم بيبقى فيه تدريب مع الوزير اللي هو المدير الحالي، مع الافكار اللي هو مقدمها، واعتماد اللي هو نظام الامتحان البكري. فهو ده هيمنع موضوع الغش في امتحانات الثانويه العامه، وهيساعد الطلبه. هيبقى التركيز الاكثر عليه هو ان هو لازم يذاكر، لما مش هيعتمد على المدرس ان هو يقول له خد ال10 ورقات دول هيجي منهم 5 أو كده. التعليم الخاص خد نصيب في مصر ولا لسه ليه طفرات أكتر من كده؟ هو التعليم الخاص أخذ فرصته في مصر، وهيتطور في نفسه أكتر، لأن المنظومة التعليمية محتاجة تدريب وتأهيل المدرس عشان يقدر يتعامل مع الطلبة مع التطور التعليمي. المدارس الخاصة ليها فكر سريع وقوي وذكي. انت حضرتك في صعوبة للطالب انه يخش الرجال، في نفس الوقت الناس بتقول ان هي مش صعوبة، ولكن هي اختبارات احنا عايزينها عشان ولادنا يطلعوا اقوياء، مش عايزين حد ضعيف. هو الاختبارات الانترفيو اللي هم زي ما بيقولوا القبول في المدرسة بتبقى عشان تحديد مستوى قدرات الطالب. يعني مش هتحط الطالب مع طلبة اللي هو شاطر، هتحطه مع طلبة ضعاف فهو هتلاقيه مستوى أقل. ولو حطيت طالب ضعيف مع طلبة شاطرين هيحس بالخزي شوية وهتلاقيه معلومة مش وصلت. فلازم نحطه مع طلبة نفس قدراته عشان الشغل جوه الفصل يناسب قدراته العلمية تحسن. عندك حضرتك فرقة مسرحية متميزة، عندك ولاد متميزين في ركوب الخيل والرياضات، وعندك حمام نصف أولمبي. هل لو في بطل أولمبي هيطلع من عند حضرتك هتسمح له وتساعده؟ ولا طبعا. وهل في بينك وبين الاتحاد المصري كونتاكت؟ أنا مسجل طلبة عندي في القدم والسباحة والفروسية والتنس. إن شاء الله يعني الباسكت والطايرة هم اللي حظهم قليل في الغردقة. في طفرة جديدة عملتها حضرتك في الجامعة الأمريكية والألمانية والإنجليزية للولاد، ده شايفه إيه ليكم في القادم؟ احنا بقالنا عمرنا في التعليم 37 سنة، فلينا اسم بالنسبة للمدارس تشارك في الجمهورية، والطلبة عندنا بيبقوا مميزين لأن احنا معتقدين إن الطالب لازم يذاكر، مش المذاكرة اللي هي يقعد يحفظ ويكتب، لا، في حاجة اسمها ريسيرش في بروجكت. النشاط الرياضي هي التعليم، هي تربية وتعليم. التعليم هو موجود في الكتاب، التربية بتيجي منين؟ من الأنشطة، مش المستقبل منها، الأنشطة الثقافية والرياضية. أنا عايزك تقول كلمة صريحة وقوية لوزير التربية والتعليم تخدم التعليم في مصر. هو الوزير الحالي الموجود في التربية والتعليم هو ماشي على خطوات صح، ويستمر زي ما هو ماشي، وإن شاء الله التعليم هيبقى أحسن وأفضل. البحر الأحمر نقطة في التعليم. في تغيير تام. أنا بقالي 12 سنة، ففي منافسة بيننا وبين المدارس الخاصة الموجودة، ومنافسة كويسة لصالح الطالب، فالمستوى اتغير. أنا بشكر حضرتك جدا والثقة الله يخليك، شرفت معاك. احنا عطلنا